السلام عليكم. لو انت معاك 600 700 جنيه وعاوز تشتري سماعه والاختيار وقع على سماعه من شركه اورايمو، فهتتحط بين السماعتين دول الاورايمو فري بادز 3 سي وهتضطر انك تحوش شويه، او الاورايمو فري بادز لايت وهتوفر 100 او 200 جنيه. فده اللي انا جاي اعرفه لك النهارده، هل في فرق بين السماعتين دول ولا لا؟ وهل في حاجه هتخسرها لما تختار السماعه الارخص، ولا هتكسب حاجات كتير بفرق السعر ده؟ هقارنك بقى بين الخامات والتصميم والصوت والالعاب والمايك والبطاريه وكمان السعر، وفي الاخر هديلك رايي المختصر في اخر الفيديو. وانت كل اللي عليك هتعمل لي سبسكرايب ولايك. ويلا نبدا في اول حاجه في الفيديو، ونبدا بتصميم الكيس. انت لو مسكت كل سماعه لوحدها هتلاحظ ان مفيش فرق، لانك مش هتكون شفت الثانيه، ولكن لما تقارنهم ببعض وانت ماسكهم هتلاحظ بفرق واضح جدا للاورايمو فري بادز 3 سي، وهتحس ان خامات الاورايمو فري بادز لايت رديئه مقارنه بالاورايمو فري بادز 3 سي، والاثنين جايين بتصميمين مختلفين. الاورايمو فري بادز لايت جايب تصميم شفاف للجزء اللي فوق، وعندك لمبه في السماعه من النص فوق كلمه اورايمو، وهتلاقي عندك في الجزء اليمين زرار علشان تشغل الكيس، ولكن هي برضه بتشتغل عادي لو فتحت السماعه. ولو جينا بقى للاورايمو فري بادز 3 سي هنلاقي ان السماعه جايه كلها بتصميم مطفي مع فريم لافف حوالين السماعه لونه لامع شويه وملمسه كمان مختلف، وهتلاقي موجود تحت كلمه اورايمو 3 نقط موجود فيهم لمبات. اللمبات دي بتنور علشان تعرفك نسبه شحن الكيس، طبعا على عكس سماعه الاورايمو فري بادز لايت ما فيهاش اللمبات دي، فيها لمبه واحده بس بتبين لك لو السماعه شغاله او لا، والاثنين طبعا بيتشحنوا بشاحن تايب سي. وبالنسبه لوزن الكيس وهي فيها السماعات مش هتلاحظ فيه فرق قوي، لان بالفعل هتلاقيها فرق جرامات والاثنين وزنهم خفيف. وبالنسبه بقى لحجم الكيس نفسها هتلاقي ان الاورايمو فري بادز 3 سي اصغر شويه. بعد كده هنتكلم عن السماعات نفسها. كل سماعه فيهم جايب لغه تصميم مختلفه تماما. اللايت جايه بشكل روش وبتصميم شفاف ومصنوع من البلاستيك الشفاف، وهتلاقي ان السماعه جايه من الجنب بشكل مقلم كده، والتقليمه دي ملموسه، هي مش شكل بس، لان الجزء ده هو بتاع التاتش في السماعه اللي بتقدر تلمسه لمستين علشان توقف الاغنيه، وبتقدر تلمسه 3 لمسات على السماعه الشمال علشان ترجع للاغنيه اللي قبلها، و3 لمسات على السماعه اليمين علشان تقدم للاغنيه اللي بعدها. وطبعا الكلام ده كله بتقدر تخصصه من الابلكيشن بتاع السماعات، والابلكيشن ده موجود عليه السماعتين عادي خالص. والسماعات جايه باير تيبس وما بتقدرش تغيرها لاي حاجه ثانيه، بتجيلك بمقاسات مختلفه علشان لو عاوز تبدلها. ولو جيت بقى لسماعه الاورايمو فري بادز 3 سي هتلاقي ان تصميمها مختلف تماما. هتلاقي جايب لون اسود مطفي مع جزء في السماعه لامع بنفس اللمعه اللي كانت موجوده في الكيس، وهو ده الجزء بتاع التاتش في السماعه اللي بتلمسه لمستين بيوقف الاغنيه، 3 لمسات على السماعه الشمال بيرجعك للاغنيه اللي قبلها، و3 على السماعه اليمين بيقدمك في الاغنيه اللي بعدها. والسماعه دي فيها ميزه مش موجوده في السماعه الثانيه، وهي ان الاير تيبس بتاعتها بتقدر تشيلها خالص، والسماعه بتكون من غير اير تيبس وبتقدر تستعملها من غيرهم عادي. ولكن انا بعد 4 شهور من استعمال الاير تيبس اكتشفت انهم مش عمليين خالص، فركنتهم وبقيت بستعمل السماعه زي ما هي. وتعالى بقى نجرب السماعتين في الودن وتشوف شكلهم ونشوف هم مريحين فعلا ولا لا. وده شكل السماعات في الودن، دي الاورايمو فري بادز 3 سي الاغلى، ودي الاورايمو فري بادز لايت الارخص. وبما اننا لبسناهم فتعالوا بالمره بقى نجرب تجربه الصوت. الاغلى مفيش اختلاف، والله ما في اي اختلاف. بصراحه بتجربه الصوت السماعتين مفيش بينهم اختلاف كبير، ولكن انت لو بتحب الاير تيبس فهتكون ميال اكتر للاورايمو فري بادز لايت، لان الاير تيبس بتاعتها عمليه اكتر. فانا بالنسبه لي كنت مفضل الاورايمو فري بادز لايت بسبب الاير تيبس، لان انا اصلا ما بحبش السماعات اللي من غير اير تيبس. فكان بالنسبه لي حاسس ان الاورايمو فري بادز 3 سي صوتها مش افضل حاجه، ولكن هو السماعتين مفيش فرق بينهم في الصوت. نيجي بقى لتجربه الجيمنج مود في السماعتين. بالنسبه لي لان انا كنت مجرب السماعتين من فتره كبيره، وهتلاقي الفيديوهات بتاعتهم في الاي اللي فوق، فاقدر انقل لك تجربه الجيمنج مود من غير ما اجربهم اصلا. انت طبعا بتقدر تستعمل الجيمنج مود عن طريق الابلكيشن بتاع السماعه، بتقدر تفعله عن طريق الابلكيشن بتاع السماعه. وبالنسبه للجيمنج مود في السماعتين انا ما حسيتش فيه باي ديلي، اول ما بفعله بيكون نفس الصوت اللي طالع من اللعبه هو اللي واصل لي للسماعه بدون اي لحظه تاخير. فانت بالنسبه لك لو جيمر السماعتين ما فيش فرق كبير بينهم. نيجي بقى لتجربه المايك. وطبعا المايك انا كنت بجربه في الفيديوهين اللي قبل كده بشكل غلط، فكنت بسجل الصوت عن طريق الموبايل ان انا اعمل ريكورد عادي خالص، فطبعا دي طريقه غلط، المفروض اجرب الصوت عن طريق مكالمه. دي تجربه صوت مايك سماعه الاورايمو فري بادز لايت. فانت هتقدر تحكم على السماعه وتقدر تسمع الصوت بنفسك. هو ده صوت المايك بتاع السماعه، هو ده الصوت بتاع السماعه طالع من مايك السماعه
وده متسجل عن طريق مكالمه. وده كده تجربه مايك سماعه الاورايمو فري بادز 3 سي. ده الصوت طالع من مايك سماعه الاورايمو فري بادز 3 سي برضه عن طريق مكالمه زي اللي حصل مع سماعه الاورايمو فري بادز لايت. فانت بنفسك بقى هتقدر تحكم الفرق بين المايكين. طبعا انت كده سمعت صوت المايكين وقدرت تقارن بين صوت المايكين، فانت بنفسك شوف هل الفرق بينهم يستاهل ولا اصلا سماعه الاورايمو فري بادز لايت افضل. نخليهم كده، دي الاورايمو فري بادز لايت ودي الاورايمو فري بادز 3 سي. بعد كده عندنا جزء مهم جدا جدا وهو البطاريه في السماعات. طبعا البطاريه هي عامل مهم جدا لاي سماعه. عندنا الاورايمو فري بادز لايت بتدي لك 4 ساعات استعمال وبتتشحن من الكيس 3 مرات، على عكس الاورايمو فري بادز 3 سي اللي بتدي لك حوالي 5 ساعات وبتتشحن من الكيس 4 مرات. فده طبعا افضل بالنسبه لوقت المره الواحده، وبالنسبه لان الكيس اصلا بتدي لك مره كمان زياده. فانت احسبها مع نفسك هتلاقي ان طبعا الاورايمو فري بادز 3 سي افضل بكتير في موضوع البطاريه. بالنسبه بقى لنقطه السعر، فعندنا سماعه الاورايمو فري بادز لايت هتجيلك في حدود ال 550 جنيه وممكن توصل ل 600، على عكس سماعه الاورايمو فري بادز 3 سي اللي سعرها هيوصل ل 850 جنيه، ممكن يزيد ممكن يقل، فاعتبرها من 800 ل 900. فطبعا فرق السعر في السماعتين دول في حدود ال 300 جنيه. فانت بنفسك بقى بعد المقارنه دي هتقدر تقرر هل السماعه الاورايمو فري بادز 3 سي هتستحق ال 300 جنيه ولا لا. بالنسبه بقى للمايك وللخامات ولتجربه الصوت اللي تقريبا متقاربه جدا من بعض، والجزء اللي تقريبا هيحدد لك الموضوع قوي هو جزء البطاريه. فانت بنفسك هتقدر تقارن بين السماعتين. وبس كده يا عم، احنا وصلنا لنهايه الفيديو، فما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، واشوف وشك على خير.